حقيقة وفاة سعيد الناصري داخل السجن. مرحبا بكم. انتشرت شائعات عديدة تفيد بوفاة سعيد الناصري الذي يقبع في سجن عكاشة بسبب تورطه في قضية اسكوبار الصحراء، غير أنه تم تفنيد هذه الشائعات من قبل مصادر موثوقة، حيث أكدت هذه المصادر أن الأخبار التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، وأن الرجل المذكور يتمتع بصحة جيدة. وكشفت إدارة السجن المحلي لعين السباع بمدينة الدار البيضاء أنه تمت الإشارة إلى أن سعيد الناصري قد طلب فعلا الحصول على العلاج الطبي خارج المؤسسة، وذلك تحت إشراف ومتابعة طبية مختصة كانت تتابع حالته الصحية قبل اعتقاله. وعلى الرغم من ذلك فقد رفض الناصري تقديم ملف طبي يتعلق بحالته الصحية عندما طلبت إدارة السجن ذلك، وبموجب القوانين أبلغ الناصري أنه لا يمكن نقله للحصول على استشارة طبية خارج المؤسسة دون تقديم ملف طبي، وأن الطبيب المعتمد في المؤسسة هو الشخص الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بذلك. وأكدت إدارة السجن أيضا أن السجين قد استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، وتلقى بعد ذلك الأدوية المناسبة لحالته الصحية. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.